السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مش شهر في السنة عادي كده. رمضان فرصة بتعدي مرة واحدة، ويا إما تطلع منه إنسان تاني متغير في كل حاجة في حياتك للأحسن، من عبادة، علاقتك مع ربنا، علاقتك مع أهلك، مذاكرتك، كل حاجة في حياتك، ويا إما تطلع منه زي ما دخلت. معاكم أخوكم السيد مصطفى من قناة طالب الخطاط. دي حلقة جديدة من سلسلة جديدة بعنوان رمضان مدرسة 30 يوم. ركز معايا، الحلقة دي ممكن تكون نقطة تحول حقيقي. مستعد؟ صلى على النبي ويلا بينا. في البداية كده يا صديقي العزيز، حابب أعرفك هنتكلم في الحلقة دي عن إيه. هنتكلم في الحلقة دي عن 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة هي معنى الاستعداد الحقيقي. يعني إيه استعداد؟ وهل أنت لازم تستعد للتغير الحقيقي ولا لأ؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة. صلى على النبي وركز معايا. الإنسان مننا كرم ربنا عليه إن هو لسه له عمر بقدر الله، لسه عايش مش مات، لسه قدامه فرصة علشان يتغير للأحسن. وعلشان تتغير للأحسن لازم تستعد، مش أي استعداد، لأ، استعداد بنية صادقة على العودة، على الرجوع. وعشان الاستعداد ده يكون حقيقي بجد ومؤثر، لازم ولا بد لخطوات تمشي عليها تكون هي بداية استعدادك انك تدخل رمضان وتطلع منه احسن من الاول. الصلاة. اولا لازم وتصلي كل الفروض في اوقاتها، ومش تصلي فرض قبل الفرض التاني ما يأذن، لأ، الأذان أذن تقوم تتوضأ وتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول مما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. في رواية تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة هي الأساس، هي كل حاجة. ضبط صلاتك تلقائي هتتظبط من جواك. والله تعالى قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فصلاتك هي المقياس لحياتك كلها. ثانيا الأخلاق هي المقياس تفاضلك بين الناس، هي مقياس رفعك وعلوك في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فعادها 3 أو مرتين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. فما بالك تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، جالس بجواره يوم القيامة. لا، ومش جالس بجواره خلاص، لا، ده كمان أقرب منه مجلسا. شوفت بقى حسن الخلق هيعمل فيك ايه؟ فأحسنوا أخلاقكم لكي تجاوروا حبيبكم. تاني حاجة هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة وهي نية التغير.
بص يا صديقي العزيز، علشان تكون أحسن وأحسن لازم تتغير بجد. يعني عشان تكون إنسان أحسن من الأول فأنت لازم تتغير بجد، ولازم تكون نيتك خير، عندك نية صادقة وعزيمة وإرادة على كده، مش بس كلام وخلاص. وعلشان عملك يكون مقبول وربنا يعينك ويساعدك على التغير ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنيتك هي اللي هتساعدك. نيتك لما تكون خير فربنا سبحانه وتعالى يقبل عملك ده ويساعدك ويعينك. فانوي الخير تجده. تالت حاجة هنتكلم عليها في حلقتنا وهي: هل رمضان ده بالنسبة إلك إيه؟ هل هو عادة ولا عبادة؟ شهر بيجي معتاد إنك تفعل فيه كذا وكذا، تصوم واقرأ قرآن كل يوم جزء أو صفحة أو أكتر أو أقل وخلاص؟ ولا دي شهر مش عادي بالنسبة لك، شهر عبادة بتستناه من السنة للسنة وبتستعد له، ودايما بتستعد انك تطلع من رمضان شخص احسن من ما دخلت رمضان، شخص طائع لربه. والسؤال ده انا مش هرد عليه، انت رد عليه مع نفسك وشوف اجابتك ايه، وهتفرق معاك لما تحدد هل رمضان ده عادة ولا عبادة. وافتكر دايما ان رمضان مش بيغير الايام، رمضان بيغير الناس اللي قدرت تتغير. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات انت ناوي تتغير في ايه قبل ما رمضان يخلص. استنانا في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.